البحر والصحراء منذ آلاف السنين تعرف من هو صاحب الأرض، من هو صانع التاريخ، من الذي سحق الغزاة الذين أتوا من نفس هذا الطريق. إنه الإنسان المصري، مبدع أقدم حضارة عرفها بنو البشر. بعد 5 يونيو سنة 1967 أقامت إسرائيل على الضفة الشرقية لقناة السويس خط بارليف الرهيب، وذلك بامتداد 180 كيلومترا من جنوب بور فؤاد وحتى السويس جنوبا. أنفقت إسرائيل على إنشاء هذا الخط 238 مليون دولار. أرادته خطا أقوى من كل الخطوط التي عرفت في التاريخ. كميات هائلة من الصخور والخرسانة المسلحة والقضبان الحديدية وحوائط الفولاذ ذرعت حولها الأسلاك الشائكة والألغام. وفي داخل مواقع الخط أحدث الأسلحة وأشدها فتكا وتدميرا. وبين مواقع خط بارليف ومياه القناة أقام العدو ساترا ضخما من الرمال يعلو إلى 32 مترا، حائط يجعل محاولة العبور في حكم الاستحالة. وفي حملة نفسية ضارية أكد قادة إسرائيل قدرة خط بارليف المنيعة وعدم إمكانية اختراقه مهما كانت قدرة القوات المهاجمة. بل إنهم قالوا إن القوات المصرية إذا بدأت عبور القناة ستتحول إلى رماد، ومهما حشدت مصر من المدرعات والجنود فلن تستطيع إتمام عملية العبور، وستكون الخسائر المصرية رهيبة، وسيتم سحق قوات العبور المصرية قبل أن تصل إلى الضفة الشرقية. بل إنهم قالوا إن إسرائيل ستقوم بضرب قوات العبور المصرية قبل أن تصل إلى الضفة الغربية لقناة السويس وقبل أن تبدأ في عبور القناة. وعاش شعبنا تلك الفترة بالصبر والصمت يرصد كل تحركات العدو. ومن هذا المنطلق كان التحدي الذي خاضته قواتنا الباسلة، وردا على الغرور والصلف الإسرائيلي بدأ العمل العظيم في جميع وحدات قواتنا المسلحة. الإعداد الدقيق والتدريب الشاق والتخطيط المحكم من أجل إعادة بناء القوات المسلحة على أحدث الأساليب، والتمرس الواعي بمنجزات العصر في مجالات التسليح والأجهزة الإلكترونية. ارتبط الرجال بمعداتهم، تعرفوا عليها وأحبوها، نشأت ألفة فريدة بين الأفراد وأسلحتهم، فالمجابهة القادمة سيخوضها المقاتل مستخدما كل إمكانية هذا السلاح، وسيثبت للعالم كذب كل ما روجه العدو عن حقيقة هذا المقاتل. مناورات كثيرة ومشاريع متعددة تتم في ظروف تشبه أرض المعركة التي يتوق الرجال لخوضها. ول6 سنوات من المعاناة والجهد استمر التدريب الشاق في أسلحة البر والبحر والجو. وفي 26 يوليو عام 1973 أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس محمد أنور السادات أمام الشعب: أستطيع أقول بكل اطمئنان
ان ارادتنا اليوم اصبحت تستند الى قوة حقيقية، وليس علينا الا ان نمارس هذه الارادة وقت ان يكون الظرف مناسبا، ووقت ان نختار نحن هذا الوقت. وفي اليوم العظيم 6 أكتوبر عام 1973 هب الرجال وأسلحتهم من الخنادق والملاجئ لكي يضربوا الضربة الأولى وليتقدموا ويعبروا أعقد مانع عرف في التاريخ. وحانت ساعة الصفر. وتدفقت قواتنا بكثافة ضخمة تعبر القناة مستخدمة كافة وسائل العبور: القوارب، الدبابات البرمائية، المعديات، الكباري التي أقيمت على صفحة القناة في أزمنة قياسية. ورغم محاولات العدو اليائسة التدخل بنيرانه وطيرانه، استمر السيل المنهمر من رجالنا إلى أرض سيناء تحت حماية ساتر نيراني من جميع أسلحة قواتنا. في 6 ساعات فقط يوم 6 أكتوبر صنعت قواتنا أعظم نصر عسكري في العصر الحديث. عبر الرجال في أزمنة قياسية قناة السويس واقتحموا ودمروا أخطر خط دفاعي عرف في التاريخ، خط بارليف الرهيب. كبدوا العدو خسائر مذهلة في المعدات والأفراد. تحولت الحصون إلى أشلاء مبعثرة ممزقة تحكي جرأة وإقدام جنودنا الأبطال. لقد تم تدمير مواقع العدو وحصونه المنيعة من عيون موسى جنوبا إلى شرق بور فؤاد شمالا، ودفنت مدافعهم الثقيلة في دشمها، تلك المدافع التي طالما ضربوا بها الأبرياء من سكان بور توفيق والسويس. وأمام شجاعة جنودنا وبسالتهم تهاوت أسطورة جيش إسرائيل الذي لا يقهر. استسلم جنود العدو من هول الاقتحام وقسوة المفاجأة. إن الأبطال المصريين الذين صنعوا معجزة النصر هم الذين حطموا الأسطورة وأجبروا العدو على الاستسلام بأعداد كبيرة.
تشهد أرض سيناء وأجواؤها ملحمة من أروع ملاحم النضال. تتدفق مدرعاتنا عبر المعابر العديدة إلى محاور سيناء، تعلن إرادة مصر الحازمة على تحرير الأرض. إن رجالنا الذين تمرسوا بالتدريب الشاق على فنون القتال بقلاع الصلب المتحركة كان لهم دور بارز في إجلاء العدو عما اغتصبه من أرض الوطن. لقد تعاملوا معه بكل الجرأة والإقدام تحت حماية جوية كاملة. إن معارك الدبابات الكبرى التي اشتركت فيها كل أسلحتنا تحكي حجم الصراع الكبير، وأظهرت التفوق العظيم لرجالنا البواسل ومدى سيطرتهم على ما بأيديهم من معدات. قامت قواتنا البحرية بدور بطولي أمنت به لقواتنا حرية الحركة في أرض المعركة، وأحبطت محاولات العدو للنيل من شواطئنا. في تنسيق رائع وإحكام دقيق أطبقت قواتنا على العدو من كل جانب، والتحمت معه واستخدمت كل أنواع الأسلحة. اقتحمت قواتنا مدينة القنطرة شرق بعد أن تم حصارها داخليا وخارجيا، ودار القتال مع جنود العدو في الشوارع والمباني حتى انهارت قوات العدو واستسلمت، وعاد العلم المصري مرة أخرى إلى مكانه العزيز فوق المدينة الثانية في سيناء كلها، مدينة القنطرة شرق. لقد كان المشهد مهيبا رهيبا على طول المواجهة وفي عمق سيناء. القتال حول المواقع وفي داخلها، نيران المدفعية الثقيلة والصواريخ تزمجر بشدة، ويشهد بكفاءة الرجال خسائر العدو الجسيمة. الحديد الأسود المتفحم، الدبابات المحطمة، أبراج الدبابات التي طارت في الهواء، دروع الصلب الممزقة، أجزاء الطائرات المتهاوية، الأسلحة والذخائر التي تركها العدو سليمة وفر هاربا من هول الصدام. لقد تهاوت الأسطورة، وأجبرت إرادتنا قوات العدو على الانسحاب، ورفرفت أعلام النصر
مرتفعة هاماتها، عزيزة صواريها. سوف نفتح قناة السويس لخير شعبنا ولخير العالم. سوف نفتح قناة السويس ونحن قادرون على حمايتها، نفس قدرتنا على حماية مدن القناة التي قمنا ونقوم بتعميرها. فالأمن الآن يرتكز على مقدرة الردع، ونحن نملك من قوة الردع ما يجعل عدونا يفكر مرتين وثلاثا قبل أن يرتكب أي حماقة. إن انتصارنا في 6 أكتوبر المجيد لم يلهي القوات المسلحة عن أداء واجبها البطولي المقدس في استمرار التدرب القتالي لاحتمالات كافة الظروف، لا سيما في أوقات النصر. ومهما بلغت نظرة العالم الخارجي إلى هذا النصر كصورة فذة للاستراتيجية العسكرية المتكاملة، فلن يدفعنا ذلك إلى الحد من تطلعنا الدائم إلى سيادة الأداء القتالي في أدق الظروف وأشق الأجواء. من يونيو 1975 في مدينة بورسعيد الباسلة يتوقف الزمن لحظات مجيدة ويرهف العالم أسماعه للنبأ العظيم، يدون الزمن في سجلاته الصادقة صورة أخرى لتاريخ 5 يونيو غير التي عرفناها في عام 67 والتي ظلم فيها شعب مصر وجيشها في معركة لم نخوضها. وأصبح طبيعيا أن يكمل هذا الشريان المصري الحيوي مسيرة العبور في سبيل سعادة الأسرة الإنسانية ورخائها. إن ابن هذه الأرض الطيبة الذي شق القناة بعرقه ودموعه همزة للوصل بين القارات والحضارات، وعبرها بأرواح شهدائه الأبرار لينشر السلام والأمان على ضفافها، يعيد فتحها للملاحة من جديد كما أنشأها أول مرة، رافدا للسلام وشريانا للازدهار والتعاون بين البشر.
أن قناة السويس تعرضت للإغلاق أكثر من مرة نتيجة العدوان الإسرائيلي على بلادنا وسلامتنا، ولكن اليوم وبحمد الله تعود القناة إلى أداء دورها الحيوي الخير، مطهرة من أضران العدوان ومخلفاته بعد العبور المجيد في 6 من أكتوبر ومعارك التحرير والعزة. تعود لتواصل رسالتها العالمية في الوصل بين أطراف العالم الذي ينشد السلام والرخاء لأبنائه. تبدأ رحلة السلام طريقها من مدينة بورسعيد إلى مدينة الإسماعيلية وسط مظاهر الفرحة الغامرة على الممر المائي، وتشرئب الأنظار المتطلعة إلى مواقع خط بارليف وحصونه المنيعة التي اقتحمتها الإرادة المصرية، وقد ارتفعت عليها أعلام العزة والكرامة بفضل أبنائنا الذين بهروا العالم في أول فرصة للمواجهة الحقيقية بينهم وبين العدو الشرس. وتروي أطلال الخط المنهار وبقايا الحصون المدمرة كيف كانت اللطمة التي وجهها أبناؤنا البواسل إلى العدو أقسى من أن تفيق من هولها حلوله المندحرة المستسلمة. وتتدافع فئات الشعب تشارك في الاحتفال التاريخي بتقديم فنونها الشعبية المعبرة في عرض طبيعي أخفاف. وتنوعت مظاهر الفرحة على ضفتي القناة، وخرج الأهالي من ديارهم التي عادوا إليها ليعبروا في مشاهد أبلغ من أن توصف عن مشاعرهم الحقيقية بالنصر والقائد وعودة الآمال المشرقة في مستقبل يفيض بالخير والرخاء والأمان. واتجهت أنظار وزراء الدفاع العرب لتشهد صلابة المقاتل المصري الذي قضى على أسطورة الإرهاب الزائفة وفتح المعابر إلى أرض سيناء الحبيبة وأعاد الأعلام المصرية إلى مكانها الطبيعي على القنطرة شرق عزيزة غالية عليه.
الإسماعيلية، حيث كان في استقباله موكب بحري ضخم في بحيرة التمساح. وفي مبنى هيئة الإرشاد الذي كان مقرا لاجتماعات رجال الأساطيل الأربعة التي شاركت في تطوير قناة السويس، يتقدم المواطنون بما يعبر عن مشاعرهم في هذا اليوم التاريخي إلى كل من بطل العبور وولي عهد إيران والقائد العام. لقد عاشت مدينة الإسماعيلية الباسلة يوما من أخلد أيامها وأحفلها بالزينات وأقواس النصر في الشوارع والميادين، وأقبل عشرات الآلاف من أبناء المحافظات المجاورة تعبيرا عن فرحة أبنائها بعودة الملاحة في القناة ومشاركة في استقبال الرئيس والمدعوين. وفي صباح اليوم التالي 6 يونيو وصل الرئيس إلى مدينة السويس الصامدة التي شهدت أياما عصيبة، واستمات أبناؤها البواسل شعبا وجيشا في الدفاع عنها في صورة لم تشهد لها البسالة شبيها في تاريخ الحروب. والتفت أيادي الأخوة العربية لتعيد البناء أجمل مما كان وأقوى. وتفقد الرئيس شوارع المدينة المزدانة وقد قامت على جانبيها المنازل الجديدة، وخرج أهلها يستقبلونه بين البشر والترحاب وأقواس النصر وآلاف الأعلام التي غمرت حي الملك فيصل. وفي ميدان جدة زار الرئيس السادات معرض التخطيط العمراني وإنجازات التعمير، حيث اطلع سيادته على صورة الحياة التي ستصبح عليها مدن القناة في مستقبلها المشرق الزاهر. ويغادر الرئيس حي الملك فيصل في طريقه إلى مقابر شهداء أكتوبر، حيث يقرأ الفاتحة ترحما على أرواح صناع المجد الذين بذلوا دماءهم وحياتهم في أشرف ساحة وأنبل ميدان. إن مصر التي تقف اليوم عزيزة منتصرة شامخة الكبرياء ستقيم تمثالا في قلوب أبناء أجيالها القادمة لكل من وهب حياته في سبيل حياتها. مصر الوفية لن تنسى أبدا أبنائها الأوفياء. وتوجه الرئيس بعد ذلك إلى المنصة الرئيسية التي أقامتها هيئة القناة على الطرف الجنوبي في بور توفيق، حيث أعطى الإشارة إذانا ببدء عبور أول قافلة متجهة من السويس إلى بورسعيد. ويمضي موكب السلام في خطواته الحميدة، حيث يرسل الرئيس حجر الأساس لنفق الشط الذي يربط غرب القناة بأرض سيناء الغالية لينقل إليها العمران والازدهار والخير. ويؤكد الرئيس على الإسراع في ذلك بقوله: أطلب منكم تكليفا بدءا من الغد إن شاء الله. هذا التكليف هو أن نحفر جميعا بأظافرنا الأنفاق تحت القناة لكي نتصل بسيناء.
يعود السلام إلى الضفة الشرقية للقناة، يحييه أبناؤنا البواسل الرابضون الآن على خط بارليف وعلى النقطة القوية في لسان بور توفيق التي استسلم أفرادها من الإسرائيليين بعد أيام قلائل من بداية حرب أكتوبر المجيدة. ويعود الناس إلى مدنهم التي عادت إليها الحياة، ويزاولون نشاطهم وعاداتهم وتقاليدهم وأفراحهم التي حرموا منها زمانا لم يكن في حساب الزمان. ويعود أيضا المرشدون المصريون إلى صدر القناة التي ارتبطوا بها لإرشاد السفن التي تنقل الخير والحب والسلام بين شعوب العالم. ويعود الصيادون إلى شباكهم يلقونها إلى جوف الرزق الوفير الطيب. وتعود الحياة وتشرق البسمة على شفاه الأطفال. كل شيء يعود سيرته الأولى إلى السلام بعدما تكفل بتوفيره وحمايته أبناء مصر الأباء.